قف هنا، برجاء قف هنا لحظة من فضلك. برنامج للمنشورات اليومية والأسبوعية لصالح المواطن المصري بجميع كوادره. لا ندعي أننا أصحاب سبق، ولكننا نجتهد. دائما نتميز بالحقائق والمصداقية بالدليل. العمدة الشاعر سيد الأشول، مقدمه لحضراتكم يا أعز الأحباب والأصدقاء، ولعلنا ننول إعجابكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم احلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا وتقبل الدعاء. قف هنا من فضلك. الأحد 25 أغسطس 2024. صرح منذ قليل والد أشرف داري بعد مباراة بريست أمام لانس الأخيرة لنجلي بفرنسا هذا موعد سفره إلى القاهرة. تحدث زهير داري والد النجم المغربي أشرف داري لاعب فريق بريست الفرنسي عن موعد سفر نجله إلى القاهرة من أجل الانضمام إلى النادي الأهلي قادما من الدوري الفرنسي، مؤكدا أن مباراة بريست أمام لانس كانت الأخيرة للاعب في فرنسا. تصريحات والد أشرف داري. وقال والد أشرف داري في تصريحات خاصة للقاهرة 24: مباراة اليوم التي جمعت نادي بريست أمام لانس في الدوري الفرنسي كانت المباراة الأخيرة لنجلي في فرنسا. وأضاف: تم الاتفاق على جميع الأمور والتفاصيل فيها المفاوضات بين الطرفين، وهنا المنتظر أن يحصل اللاعب على إذن من قبل إدارة ناديه الفرنسي في الساعات المقبلة من أجل السفر إلى القاهرة. وواصل: لا يزال أشرف ينتهي من جميع الأوراق المتعلقة بسفره، ولا صحة لما يتردد حول استلام تذاكر الطيران في الساعات الأخيرة. واختتم زهير داري تصريحاته بالحديث عن موعد سفر اللاعب إلى القاهرة قائلا: يوم الأربعاء المقبل سيشهد وجود اللاعب في القاهرة من أجل إجراء الكشف الطبي ثم الإعلان عن الصفقة. رسالة من والد أشرف داري إلى جماهير النادي الأهلي. ووجه زهير داري والد النجم المغربي أشرف داري رسالة إلى جماهير النادي الأهلي في تصريحات سابقة للقاهرة 24 قائلا: أتمنى دعم جمهور الأهلي لابني، وهذا ابنكم وبينكم الآن، وإن شاء الله يكون وجوده إضافة إلى الأهلي ويحقق البطولات رفقة للقلعة الحمراء. وأضاف: الأهلي فريق كبير وله اسم عالمي ويسعى دائما للحصد البطولات وتحقيق الأرقام القياسية، بالإضافة إلى أنه يلعب كرة حديثة، وأعلم أن ابني سيكون سعيدا بين جدران الأهلي ويدعم جمهور الأهلي وبدعم جمهور الأهلي المتواصل له، والله الموفق إن شاء الله تعالى. قف هنا لحظة من فضلك. برنامج للمنشورات اليومية والأسبوعية لصالح المواطن المصري بجميع كوادره. لا ندعي أننا أصحاب سبق، ولكننا نجتهد. دائما نتميز بالحقائق والمصداقية بالدليل. العمدة الشاعر سيد الأشول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في عمل جديد إن شاء الله.